السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل يومكم هادي ونادي وكله خير وسعاده وحب عليا وعليكم. شوفوا الكتاكيتي، انا قلت ايه النهارده، ايه ادلعهم كده واعمل لهم اكله حلوه والدنيا بتمطر بره. المهم نزلت السوق، جبت وركين كده كبار. هما بص، هو كان فيه وراك صغيره بس انا جبت الكبار دول، بحب اقطع الورك اتنين بتبقى الدبابيس بتاعتهم حلوه، مع يعني ما هوش بخل مني ولا حاجه عشان ما حدش يفهمني غلط. المهم قبل ما انسى، يا ريت اللي اول مره بيشوفني يشترك في القناه ولايك وتعليق حلو كده، حاجه كده تجبروا بقى بخاطري، عشان انتوا كاسرين خاطري على طول صراحه. يعني لا بشوف تعليقات ولا بشوف لايكات ولا بشوف اي حاجه، كسرتوا خاطري جدا مش عارفه ليه. المهم قلت اجيبهم كده، ايه اديهم صدمه كده على البوتاجاز زي ما انا كده اتصدمت في حياتي من ناس كتير، حتى الناس اللي هم مش عارفه، بحس في ناس ساعات بتتابعني تحط فيها لايك او كلمه حلوه تعليق حلو، او مثلا اقول ما تنسوش اللايك ينسوا اللايك. فبلاش تصدموني يعني يا جماعه، ارفعوا معنوياتي شويه، حسسوني كده ان انتوا معايا ماشي. ما بسمعش الا تعليقات وحشه صراحه. يعني ساعات واحده تطلع تتريق عليا تقول لي ايه المعلقه الحديد اللي انت بتقلبي بيها دي ألمونيا حبيبتي، دي معلقه ألمونيا. يعني واحده كاتبالي في التعليق بتقول لي ايه المعلقه الحديد وايه الشوكه الحديد دي؟ دي عادي، دي معلقه ستانلس وفي منها ألمونيا برضه، والشوكه بتبقى ستانلس. ايه مفيش في المطبخ؟ يعني كنت عاوزه اقول لها مفيش في المطبخ بتاع مامتك معلقه ستانلس ولا ألمونيا، ولا انت عايشه في كوكب تاني ما انتش عايشه معانا؟ لا لقيتها كاتبالي بقى تعليق تاني بتقول لي استعملي المعلقه الخشب. طب انا ما عنديش معلقه خشب، عندي المعلقه اللي هي في طقم المعالق عادي زي الستانلس. الشوكه العاديه اللي انا ماسكاها دي مالها؟ وانا متاكده ان انت بتستعمليها في مطبخك. بس اقول لكم ايه بقى، احنا شعب بنحب نتريق على بعضينا شويه، نحب نتريق قوي. يعني بيتهيألي لو ما اتريقناش نعيش يحصل حاجه، وما تتريقوش الا على الغلبان. دايما احنا كده نحب نتريق على الغلبان ماشي. انا بس حبيت اوضح لها الرد بتاعي، عشان هي كتبت لي وانا تعليق وحش قوي زعلت قوي. وواحده برضو تانية كتبت لي بتقول لي بتطبخي بحل حديد. ايه حل حديد دي حبيبتي؟ ايه حلوه انت وهي؟ ما هو انتوا ما لقيتوش حد تتريقوا عليه. فقلت لما نتريق يعني انتوا خلاص مفيش حد قدام منكم تتريقوا عليه. قال لنا لا اله الا الله يا ربي، لا اله الا الله. انا قلت ارد عليكم. اما بالنسبه للكتاكيت بتوعي اللي بيتابعوني، فانا عارفه ان هم ممكن ينسوا يكتبوا لي كلمه حلوه، بس انا عارفه ان هم بيحبوني. فبالنسبه بقى للكتاكيت بتوعي، ركزوا بقى معايا لما تكونوا عاوزين تعملوا الوراك بالطريقه دي، اعمليها وعلى ضمانتي هتبصي هيموتوا فيها، هيموتوا. يا سلام بقى لو معاها بقى ايه شويه رز ابيض، ما اقولكيش، تحسي كده ان انت بتاكلي في الشتاء ده، وتضربي لك كوبايه شاي واتنين. هو الشتاء ده عاوز كده اكل ونوم بس. عاوزه اقول لكم، انا بقول لكم الكلام ده بس في ناس ساعات من نعيان الهم ما بيجيلهاش نوم، ما بتنامش. بس الناس بقى اللي بتحب الجو الشتوي كده والاكل كده الشتوي ده، هي دي الاكلات اللي الواحد بيحبها في الشتاء. اي حاجه فيها صلصه وتحط معاها شويه رز، دي الاكلات بتاعتي، دي الاكلات الشتويه بتاعتنا. المهم قلت بقى ايه، المره اللي فاتت عملت لهم رز وبطاطس، هم كلوها بس كانوا متضايقين. قلت النهارده بقى ايه، ادلع واعمل لهم كده ايه وراك كده بالصلصه والثوم. على فكره انا ما حطيتش بصل، ولو انت مش عايزه تحطي ثوم زي اللي انا حطيته حطي بودر عادي. وكان في عندي شويه رز زي كتاكيتي في الثلاجه، سخنتهم وحطيت لكل واحد شويه حبه رز على منابه كده في الطبق، واتغدينا وشربنا الشاي، وقاموا الكتاكيت بتوعنا عشان يذاكروا، وادعينا ان ربنا كده ينجحهم ويجعل السنه ديت سنه خضراء عليهم، ويجعل سنه 2026 يا رب كده تكون سنه حلوه عليا، لان انا تعبت. سنه 2025 ديت وحتى السنوات اللي قبلها مش قادره اقول لكم على الضغط اللي انا كنت فيه، مش قادره اقول لكم. على فكره شويه الصلصه دول مهمين قوي بالثوم كده، تغمسي بيهم بالرز حلوين. يا رب كده يجعل سنه 2026 دي سنه خير عليا وعليكم وعلى كل حبايبكم، ويجعل يومكم كله خير وهنا وسعاده. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وتفضلوا بقى اتغدوا معانا. اكل اهي، اكل بيتي، مش قادره اقول لكم. طبعا انتوا شايفين الشكل، انما الريحه بقى حاجه تانية.
يا سلام بقى مع طبق سلطه ولا حبه جرجير. بس انا بحب الجرجير اكتر من السلطه على فكره يا عيال. على العموم اللي لسه ما قامتش تعمل غداها تقوم كده تتنشط، ويومكم كله خير وهنا وسعاده يا احلى كتاكيت.